ازاي تعرفي ان جوزك بيلعب بديله؟ انا هقولك، ويا بخت من وفق راسين في الحلال. شك انه بيلعب بديله وعايزه تتاكدي؟ تعالي وانا هقولك ازاي تتاكدي. اول حاجه الرجاله بتبدا تعملها لما بتلعب بديلها هو انه يحاول يأمن نفسه. هتلاقيه القعدة في البيت قلت، موبايلاته بقت كلها باسورد، ولو كان عامل باسورد انت عارفاه هيغيره، ولو كمان في بصمة هتتلغي علشان ما تغفلهوش وهو نايم، ولو حاطط صوركم بروفايل للفيسبوك والواتساب هتتغير بصورة لوحده او مع العيال بس. تاني حاجة بتعملها الرجالة هي انها بتحاول تعوض ده مع مراتاتها، انها تكون لطيفة زيادة عن اللزوم ويدلعها زيادة عن اللزوم ويجيب لها هدايا زيادة عن اللزوم. يعني لما يجيب لك هدية من غير اي مناسبة تسألي بقى يا ترى بتعمل ايه من ورايا. ويمكن الراجل يبقى برضه عايز يدلعك من الباب للطاق وبيحبك عادي وما بيخونكيش، بس ادينا ايه بنحرص ولا نخوف ولا تلمس. انا بحس بزبون لما بيكون في البيت بيعمل موبايله وضع الطيران، او دايما قالب الموبايل على وشه، او سايلنت، او ما بيردش على حد. الرابع حاجة هتلاقي واحد صاحبه ظهر فجأة انت ما كنتيش تعرفيه وبيتصل بيه طول الوقت وبيخرج معاه طول الوقت. دوري مين صاحبه الجديد ده هتلاقيها هي. خامس حاجة بيبقى عنده اجتماعات كتيرة فجأة، ده بينزل شغل يوم الأجازة فجأة سبحانه، وخطط بتظهر فجأة وسفريات برضو بتظهر فجأة. ولو ده حصل اعرفي ان جوزك بيلعب بديله. قولولي بقى في الكومنتات بتقفشوا جوازاتكم ازاي، او قفشتوهم قبل كده ازاي. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.